وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية، أي من المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن، أن يتعلموا هذه الثلاث المسائل وأن يعملوا بهن. قال: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الشارح: قال فهو سبحانه المستحق لها وحده، أي مستحق للعبادة، لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده. قال: ومن سواه لا يستحق شيئا منها، أي من العبادة. قال: وفي الحديث القدسي: إني، أي يقول الله عز وجل: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، في خبر عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، أتحبب إليهم بالنعم ويتبقضون إلي بالمعاصي. أي أن الله عز وجل يقول: أني أخلق، أنا الذي أخلق، ويعبد غيري، وأنا الذي أرزق ويشكر غيري، وأنا أتحبب إلى العباد بالنعم، أسديهم النعم وهم يغضبونني بالمعاصي، فالمعاصي سبب لغضب الله عز وجل على العاصي. قال: ولأن الشرك أظلم الظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ما هو أظلم الظلم؟ الشرك. ما هو أظلم الظلم؟ الشرك. قال: والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وسمى الله المشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها. العبادة أين توضع؟ لله عز وجل، والمشرك وضعها لغير الله عز وجل، فهو إذن ظالم، وهو أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. قال: وصرفها لغير مستحقها، أي المشرك صرف العبادة لغير مستحقها. من المستحق للعبادة؟ هو الله. من المستحق للعبادة؟ الله. قال: وأخبر تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر، وإنما يرضى لهم الإسلام، كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. قال: وفي الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثة، منها أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه واحدة من هذه الثلاث. قال: أي لا يرضى سبحانه أن يجعل له شريك في عبادته، لا ملك مقرب عنده ولا نبي مرسل. لا ملك مقرب، أي من الملائكة، لا يرضى الله عز وجل أن يشرك معه أحد من ملائكته في عبادته، فلا يجوز صرف العبادة لملك من الملائكة، وكذلك لا لنبي من الأنبياء، فمن باب أولى من هو دونهم. إذا كان الله لا يرضى أن يعبد ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء، وهؤلاء هم أفضل الخلق، فمن باب أولى أنه لا يرضى أن يعبد معه ولي أو شجر أو حجر. قال: يعني فضلا عن غيرهما من سائر المخلوقات، فإذا لم يرضى إذا لم يرضى الله بعبادة من كان قريبا منه كالملائكة ولا نبيا مرسلا، وهم أفضل الخلق، أي الملائكة والأنبياء، فغيرهم بطريق الأولى، لأن العبادة لا تصلح إلا لله وحده، فكما أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. فكما أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر وحده لا شريك له، فكذلك هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: أي وأن المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة وذكر الله أو أعضاء السجود
لله فلا تعبدوا، نهي عام لجميع الخلق الإنس والجن فيها أو بها مع الله أحدا. وأن المساجد ذكر المفسرون أن المراد أن المساجد تشمل أمرين، تشمل هذه المساجد، هذا مسجد، هذا المساجد التي بنيت للصلاة المراد فيها، وأن المساجد لله، هذه المساجد لله لا يجوز أن يعبد فيها غير الله. وأيضا تشمل وأن المساجد أعضاء السجود. كم أعضاء السجود؟ أعضاء السجود كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كم؟ كم؟ جيبوها بالاندونيسي كم؟ 7. أحسنتم، 7 أعضاء السجود، 7. 1 الجبهة مع الأنف، 1 الجبهة مع الأنف، 1 الجبهة مع الأنف، 1 واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وأن المساجد تشمل هذه المساجد وتشمل أعضاء السجود. إذن المساجد لا يجوز أن يعبد فيها غير الله ولا غير المساجد، لكن مخصص في هذه الآية. وكذلك أعضاء السجود لا تسجد إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا نكرة في سياق النهي تفيد العموم. أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومن باب من هو من باب أولى من هو دونهم ومن هو غيرهم. قال والجن، قال نهي عام لجميع الخلق الإنس والجن فيها أي في المساجد أو بها أي أعضاء السجود مع الله أحدا. قال واحد النكرة في سياق النهي شملت جميع ما يدعى من دون الله، سواء كان المدعو من دون الله صنما أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا أو غير ذلك، فإن دعاء غير الله هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم، الشرك لا يغفر الله عز وجل للمشرك. متى؟ إذا مات على الشرك، إذا مات على الشرك فالله عز وجل لا يغفره وصاحبه خالد مخلد في النار. أما ما دون الشرك فإن صاحبه تحت المشيئة، الذي يعمل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه على حسب ذنوبه ثم مآله إلى الجنة. أما المشرك لا يغفر الله عز وجل له، لا يغفر الله عز وجل له. وأما إذا تاب، ليس معنى أن الله لا يغفر الشرك أن المشرك لا تقبل توبته، لا، بل تقبل. فإذا تاب فمن تاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن تاب تاب الله عليه ولو كان مشركا وكان كافرا. قال الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. أي المسألة، قال أي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي يجب على المكلف معرفتها واعتقادها والعمل بموجبها، أي بما تقتضيه. قال أن من أطاع الرسول فيما أمر به واجتنب ما نهى عنه ووحد الله في عبادته. أن من أطاع الرسول ووحد الله، من أطاع الرسول بإتيان ما أمر به واجتناب ما نهى عنه ووحد الله أي في عبادته. قال بل لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله، بل يجب عليه أن يصارمهم ويقاطعهم، أي يعني مصارمة المقاطعة بمعنى واحد، كلمات مترادفة، أن يقاطعهم يهجرهم ويعاديهم أشد المعاداة
والمحادون لله هم الكفار بالله. من حاد الله من هم؟ من حاد الله هم الكفار، هم الكافرون. قال وقد حرم الله موالاتهم وقد حرم الله موالاتهم على كل مسلم ومسلمة، وقد حرم الله موالاتهم على كل مسلم ومسلمة. والموالاة الموادة أي المحبة، والصداقة ضد المعاداة، والمحادة هي المجانبة والمخالفة والمغاضبة والمعاداة. المحادة تشمل جميع هذه، وهي كلمات مترادفة. المجانبة أن تجانبهم لا تخالطهم، وأن تخالفهم لا توافقهم، وأن تغاضبهم ولا ترضيهم، وأن تعاديهم ولا تحبهم، أن تعاديهم ولا تحبهم. قال ولها أيضا عند أهل العلم معنيان، أي المحادة. أحدهما أن الكفار كانوا في حد والمؤمنون في حد، أي في هنا حد مثلا في الشمال، المؤمنون في الشمال والكافرون في الجنوب، يعني هم هذا في حد، في حد الله، وهذا في حد الشيطان. المؤمنون في حد الله والكافرون في حد الشيطان، في حد الشيطان، أولياء الطاغوت. قال أحدهما أن الكفار كانوا في حد والمؤمنون في حد، المؤمنون في حد الله ورسوله وهو الإيمان، والمشركون في حد إبليس وجنوده وهو الكفر. قال والقول الثاني أنه ليس بين الكافرين والمسلمين إلا الحديد، يعني القتال بالحديد، أي المحادة. لها معنيان ذكر العلم، لها معنيان. المعنى الأول أن المؤمنون في حد، في حد الله ورسوله وهو الإيمان، وأن الكافرون في حد، في حد إبليس وجنوده وهو الكفر. والمعنى الثاني أنه ليس بين المؤمنين وبين الكافرين إلا الحديد، أي القتال. لا يمكن أن يعني يتوافقوا، لا يمكن أن يتوافقوا إلا إذا كان في صلح. أما إذا لم يكن صلح فما بينهم إلا القتال، الحديد. المحادة مأخوذ من الحديد، لأنها كان في الزمن القديم وإلى الآن يعني السلاح ما هو؟ حديد. السلاح الذي يقاتل به حديد، السيف، والآن بندقية أو يعني دبابة أو غيرها هو حديد، ما بينهم إلا الحديد، يعني القتال. قال ولو كان أقرب قريب، أي ولو كان من حاد الله ورسوله ابنك أو أباك أو أخاك أو عشيرتك أي قبيلتك، فإن الله قطع التواصل والتوادد والتعاقل والتوارث. قطع التواصل بين المؤمن والكافر، ما في مواصلة. ولو كان ابنك، ولو كان ابنك كافر ما يجوز أن تصله ولا أن تحبه، لا أن تحبه لأجل دينه. قد يكون هناك محبة يعني طبيعية، محبة الولد يعني الوالد لولده، لكن ليس محبة لدين، ليس المحبة للدين. قال والتعاقل والتوارث، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، العكس. قال وغير ذلك من الأحكام والعلائق وقرب الإنسان بين المسلمين والكفار. قال فإن القرب إنما هو في الحقيقة قرب الدين لا قرب النسب، فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك في الله، والكافر ولو كان أخاك في النسب فهو عدوك في الدين، وحرام على كل مسلم موالاتهم، بل يجب اتخاذهم أعداء وبغضاء، بل يجب اتخاذهم أعداء وبغضاء. لا يجوز أن تحبهم ولا يجوز أن تواليهم. فالمسلم أخو المسلم. الأصل في القرابة هي قرابة الدين، قرابة الدين. قد تزيد بعد قرابة الدين قرابة النسب، هذه زيادة، فهمت؟ وإلا المسلم أخوك ولو كان بعيد الدار، ولو كان في الشرق أو في الغرب هو أخوك. والكافر هو عدوك، هو عدوك. إذا كان بعيد هو عدوك وهو بعيد، وإذا كان قريب فهو عدوك، ولو كان ابنك أو أخاك أو أباك، إذا كان كافر فهو عدو. لا يتخذ المسلمون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.